ازاي ولا قناة جايبة الماتش؟ مفيش ولا قناة مفتوحة في القمر الصناعي كله. هنتفرج على ماتش المنتخب ازاي دلوقتي؟ امال لو ما كانش القمر بتاعنا. أمرك يا عزوزي. انت مالك انت وحد كلمك؟ مش انت بتقول القمر بتاعنا؟ لا لا يا نعناع، انت بقى تستني لما اقول عطارد بتاعنا، زحل بتاعنا كده يعني، مش القمر. ياه، كلامك حلو يا كابتن. برضه ما لقيتش قناة مفتوحة يا كابتنة. هي الباقة خلصت ولا ايه يا كابتن؟ ده احنا لسه شاحنين امبارح. باقة ايه بس يا نعناع؟ ده الريسيفر مش الموبايل. انا كده ولا كده ماليش في الكورة. هغيب لي قيمة ساعتين كده على ما الماتش يخلص، هروح ازور فيهم خالتي. يلا سلام. ايه يا جماعه بس صوتكم عالي ليه؟ الواحد ما يعرفش يستريح شويه؟ انا عايز اضيع الوقت لغايه ميعاد الماتش، مش ناقصه توتر من فضلكم. ده اذا عرفنا نشوفه اصلا. تعالى شوف المشكله اللي احنا فيها دي، وصلة الدش قطعت والقهاوي متستفه ناس، ما فيهاش ولا سنتي فاضي. يستحيل قطعوا الوصله يا ولاد الماتش هنشوفه، يعني هنشوفه. اياكش اخد وصله من النايل سات نفسه. عزوز اطلع بينا على الفضاء حالا. ده انت لسه نايم بقى يا عم سيد. قهوة عمك سيد يا نعناع. يا عزوز يا ابني شغل خيالك، كل الاختراعات العظيمه بدأت بالخيال. امال خيال ايه يا عم سيد؟ بس انت شارب حاجة؟ الفريرة بالعافية بتمشي على الأرض، عايزنا نطلع بيها الفضاء؟ ده النايل سات ده هنا مفيش خطوتين، هنطلع فوق مصر مش هنبعد، هنوصل السلك في الجاك بتاعه وننزل. فيها ايه دي؟ حد يقول لي فيها ايه؟ طب ما نتفرج هناك وخلاص بقى، بدل الطلوع والنزول والشحططة دي. انت يظهر هتبتدي تهجص بقى. طب نروح روسيا نتفرج اسهل. عزوز يا ابني البوتاجاز، قصدي الاكسجين اللي معانا يا دوب يطلعنا نركب السلك وننزل. حلاوتك في التفكير العلمي يا عم سيد. يا عم سيد ده فضاء مش هزار، يعني ثقوب سودا وزمكان وممرات دودية نمرة يعني. زمكان؟ والله وكبرت يا عزوز وعرفت الزمكان. عارفه يا عم سيد، وعارف ان حاجز الزمكان لو انحنى مش هيحصل كويس. يا نهار كحلي، هو ايه السمكان ده؟ يعني سمكتين يعني ولا ايه؟ الزمكان يا جاهل يعني الزمان والمكان في بعض، ميكس زي شاي ابو حليب كده. يعني يحصل ايه لا مؤاخذة لو اخترعنا الزنكلوني دوت؟ زنكلوني؟ بص يا ده هيصل، احنا لو لبسنا في ثقب اسود هنروح في الزنكلوني فعلا. نروح ماضي بقى، مستقبل، مجرة تانية، اي حاجة تيجي في خيالك. ما تخوفش الولد بقى. ان شاء الله ما فيش ثقوب سودا ولا زنكلوني، قصدي زمكان. حتى لو اخترقنا الزمكان هرجعهولك زي ما كان. تضحكش ليه؟ اقلع. الماتش اللي عاوزين نشوفه بيتنقل لنا ازاي؟ مش عن طريق القمر الصناعي وبيجي لنا على الريسيفر متشفر. فانا ببساطه شديده هوصل الكابل ده بالقمر الصناعي على طول. ساعتها لا نحتاج دش ولا ريسيفر ولا تشفير ولا اي حاجه من دي ابدا. يا ابن الذين يا عم سيد، هتشد وصلة من القمر الصناعي دريك؟ دريك؟ ده بيقول لك دريك. شكلك هتودينا في داهية يا عم سيد. دلوقتي هتشوف يا عزوز، اطلع بس بالفريرة على النايل سات وهات وشها في وشه عادل. نوصل الكابل وهي هتدور على طول، قصدي القناة هتشتغل على طول.
بس في حاجه مهمه قوي يا عم سيد. دلوقتي مش الفضاء اسود والثقوب السوداء دي لونها برضه اسود؟ طب هنعرف ازاي بقى اننا مش في ثقب دلوقتي؟ ولا هنلبسه زي المطب ولا ايه؟ تصدق فاتتني دي. انا مش عارف ليه انت شاغل نفسك بالموضوع ده. تفائل يا اخي. فين بقى النايل سات ده؟ اهو يافطه مكتوب عليها الى النايل سات. اهو اليافطه بتقول نايل سات يمين، وتحتيه يافطه تانية بس ما لحقتش اقراها، باين على بعد 100 متر اهو. يا لهوي، شكلنا لبسنا مطب فضائي. يا رب ما يكونش الرادياتير اتخرب. طب مش يحطوا علامه؟ معلش يا عزوزي، حصل خير ان شاء الله. الفريرة متينة. المهم فين القمر ده؟ الحته دي ما فيهاش صريخ ابن يومين. اكيد مفيش في الفضاء عموما اي صريخ ابن يومين. مش انت يا ابني قلت النايل سات يمين؟ اه والله يا كابتنة. طب نشوف حد نسأله. بص قدامك كده يا كابتن، في حاجة بتلمع، شكلها مركبة فضائية عطلانة. السلام عليكم. هو النايل سات منين لو سمحت؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ ده انا وانت يا عم سيد. انت شبهي قوي. انت مين؟ انت تايه برضو؟ هاي. ايوه تايهين، عايزين النايل سات عشان تاخد وصله ونشوف ماتش مصر. اسم الله عليك. انت برضو؟ ايوه. يا نهار مش فايت. ده احنا واحد. ايه الهبل ده؟ طب نعمل ايه دلوقتي؟ اطلع يا عزوزي، خش يمين في يمين. خلينا نجيبها من الاول. اطلع مش ناقصه جنان. شفت يا غبي؟ ما قريتهاش انت دي؟ ثقب اسود. يلا منك لله هيوصل ده عم سيد ثقب واحد. احنا فين بقى دلوقتي؟ يا ريت كنت رحت مع نعناع عند خالتها. السلام عليكم. ايه ده؟ يا مثبت العقل والدين. ده انت انا برضه بس واحد جديد. ايوه وتايه، وكنت عايز النايل سات اشد منه وصل، وغالبا انا هو انت اللي هو ولسه ماشي من حبه ودخلت يمين في يمين كده. ايه الجنان ده يا ربي؟ المخ هيفرقع. طب نعمل ايه دلوقتي؟ هاي. انا عرفت نعمل ايه. انا مش هسمع كلامك تاني يا عم سيد. انا المره دي بقى هكمل على طول. مش ده ممر دودي واحنا دخلنا من المدخل بتاعه اللي لونه اسود، يبقى المخرج بتاعه على طول وهيبقى لونه ابيض. شفت يا عم سيد؟ اي خدمه يا عم اهو. الله عليك يا ولد يا عزوز، تلميذ صحيح. خش على طول. ادخل يا كابتنة، خلينا نروح من هنا. شوف الكلام بقى. يلا يا عم، عايزين نلحق نشوف الماتش على النت. واصلا على النت ينفع؟ منك لله يا عم سيد. احنا بنتشافى. لا 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 لا. الحمد لله خرجنا منه على خير. مش هسمع كلامك تاني ابدا يا عم سيد. كنا نشوفه على النت عادي يا اخي. عموما بقى انا شغال في الاوتو بايلوت اهو، وهجيب الماتش على النت. ده يا دوب بيبتدي يا جماعه. الحمد لله خرجنا في الوقت المناسب. كنا هنروح في الزمكان. ده الزنكلوني ده طلع نمرة يا كابتنة. يلا الحمد لله قدر ولطف. خلونا نسمع بقى الماتش. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في مباراة مصر والكويت في كأس العالم في جزر القمر في نسخة 720 لعام 2618. مباراة هامة، مباراة جميلة إن شاء الله، ونرجو الفوز بمصر ونرجو لكم مشاهدة طيبة.
هوزع البضاعة واكلمك. اول جيزة باذن الرحمن. بقول لك ترمبة جنبك. طب هاتوا ترمبو حبيبي. هو الدولار عامل كام النهارده؟ الاخضر الغدار. ياد لو انت اللي خرمت الاوزون فاحنا اللي لحمناه. لا ما نستغناش. سلام. بعد اذن حضرتك، يعني هو اللي كنت بتكلمه ده يبقى دونالد ترامب بتاع امريكا؟ امال دونالد دك بتاع ميكي؟ ايوه بتاع امريكا. ده انتوا صحاب بقى على كده. جوز اختي لزق. وبيجي لكم البيت؟ بقول لك جوز اختي، يعني فاهم خالي يا جدع. ونعم النسب. وهو بقى الاستاذ ترامب ساب البيزنس بعد ما مسك امريكا ولا ايه؟ ما تيجي سكه ودغري يا ابو الصحاب. مصلحه ولا ايه؟ لماح وكلك نظر. الا اسم الكريم ايه؟ حلمبوحه. حلمبوحه؟ يعني انا لو ناديت لك قلت لك يا حلمبوحه مش هتزعل؟ اسمي يا اخي حلمبوحه ملك الرفرفه. وانا الكابتن عزوز، وليا في الرفرفه برضه. عندي طياره صغنططه كده اسمها الفريره. بس انت باين عليك راجل مجدع وابن بلد ما اقول سكه ودغري. يعني لو توصي الاستاذ ترامب علينا يشوف لنا اي شغلانه بالدولار كده نفك بيها زنقه حضرتك. حبيبي ده انا وقعت من السما وانت استلقتني. ده انت زبون لقطه. جرأة يا ترامبو، أنا عمري فشرت عليك في حاجة يا صاحبي. بقول لك هوزع البضاعة بطيارة، يعني هنعلم على العيال الموزعين التانيين، وبتاعتنا هتوصل للمحلات قبليهم. أنت بس كلم التجار وفهمهم إن أنا هدلدل لهم البضاعة من فوق. طب سلام دلوقتي عشان في حد جاي. كنت بتكلمه صح؟ هو. طب ما كنت تدهوني يا عم اسلم عليه. قطع البعيد. ترامب ده اصله ما يجيش من وراه حاجه غير المشاكل. طب وهو بشعره ده هيجيب خير منين؟ وايه الشغلانه اللي هنعملها معاك بقى يا استاذ حلمبوحه؟ انا كنت خارج من مؤتمر قمه قريب هنا، ولقيت لك عم ترامب بيدق عليا. تت نهايه الشريط قصدنا اخلص له مصلحه عندكم هنا في الجيزه. انا سمعتك بتقول له حاجه كده على الاوزو. تقصد الاوزون؟ ايوه. المنيل لعب بالغلط في زراير الاسلحه البيولوجيه، فخرمت الاوزون فوق زيزينيا مول اللي في الجيزه ده، اللي في شارع الهرم. عليك نور. وخرمين تانيين في رمسيس، وستة في العتبة، وثلاثة في ميدان الجامع. بهدل الدنيا. بس دي مهمة سرية يا جدعان. علشان كده بقى جاي فرداني من غير لا حرس ولا بتاع يعني. نعمل ايه بقى؟ بس الخدمة دي مش هنساها لكم ابدا، وكله بحسابه بالدولار يا باشا. احنا عنينا ليك يا خواجه. انت محتاج الشنطة اللي معاك دي كلها يا خواجة، ولا نرمي منها حاجة علشان الحمولة؟ دي البضاعة يا عم ترمي ايه؟ قصدي يعني ادوات اللحام اللي هنلحم بيها اخرام الاوزون اللي متنطوره في السما عندكم في كل مكان دي. ده شنط مليانين لعب وخردوات، هتلحم بيهم ازاي دول بقى؟ ال30 صندوق اللي على الوش دول فيهم 1300 بكرة خيط وإبرة. 1300 بكرة وإبرة واحدة بس؟ اكيد علشان تبقى ايد واحده اللي بتخيط الخرم، ما تخلفش في الغرزه يعني. عليك نور يا ابو الكباتن. طب بكر الخيط يا ترى لون السما ولا هنروح هناك نلاقي اللون خالف؟ جايب معايا خيط ازرق بدرجاته، من اول البيبي بلو لحد الدارك بلو. طب وبقية الصناديق فيها ايه لا مؤاخذة؟ كيوي؟ لا دول مواد لحام تانية عشان لو الإبرة والفتلة ما نفعوش. احنا طالعين نجرب حظنا بقى. معايا مكنة لحام وبكرة أسدير ومسدسات شمع وشوالين اسمنت. هو اسمنت ليه؟ انت ناوي تعلي دور في طبقات الجو العليا ولا ايه؟ عشان لو ما عرفناش نلحمه نسده. لا ما ينفعش، والناس تبص من تحت بقى تقول علينا ايه؟ ما عرفوش يلحموه قاموا مليسينه؟ ما فاتتش عليا دي بردك. جبت معجون ستوك
وبهية وهبعت اجيب 2 نقاشين. بالك انت الخدمة اللي بتعملوها لي دي غير انها هتنقذ العالم. ياه، للدرجة دي؟ بقول ايه يا عزوز؟ تعال عايزك في كلمة. يا عم انا بقول لك الواد ده مش تمام. يا عم سيد ما تخليش الحقد ياكل فيك بالشكل ده، علشان انا جايب شغلانه بالدولار يعني تعمل كده؟ ما شفناش حاجة تحت الحساب ولا أي أمارة يعني. هو قال لي هنخلص الشغل فوق وينزل يسحب من الاي تي ام. خليك وياك كداب يا سيدي. احنا هنعرف قرب الهجوم فين في الضلمة دي. اثبت نفسك انت فوق مول زيزينيا اللي قلت لك عليه ده وانا هقول لك. احنا فوقيها اهو. طب تمام، خد يا ست نعناع الابره والفتله دول وخيط لنا هنا في الحته دي. اخيط فين؟ ده هوا. ما اللي معاك دي ابره هوا. وانت يا دي هيص هات جردل الميه بصابون وعدي على الحتت اللي بتخيطها نعناعه دي. ايه بقى ان شاء الله؟ علشان لو في حته مش متقفله كويس هتلاقيها بتنفس هوا، فانت تعدي عليها كده بشويه ميه وصابون. بقللت يبقى منفسه، ما بقللتش تبقى كويسه. الله ينور عليك. وانت يا كابتن عزوز عدي بايدك كده وراهم عشان لو في اي حاجه مقبقبه ولا خيط يعني باين. مراقبه جوده يعني. ما انت الريس يا كبير. نعناع عيدي على الحته دي تاني، ها مش متقفله كويس على فكره. طب ما تشدش انت من عندك عشان الخياطه ما تكشكش. مجانين دول ولا ايه؟ بتقول حاجه يا خواجه؟ ما نتحرمش، بس ركزوا انتوا في الشغل الله يكرمكم. انتوا بتعملوا ايه يا ابني انت وهو وهي؟ ايه رايك يا عم سيد؟ ده عاشر خرم اوزون نقفله. وفين حلنبوحة بتاعك ده؟ ده باين له نزل بالحبل وهرب ولا ايه؟ كروديات. يبقى يا عم سيد ما احنا كنا مركزين في الشغل يا عم وما خدناش بالنا. وبعدين ما تخافش انا معايا تليفون. هات التليفون ده بسرعة، خلينا نشوف حد من اهله نتصل بيه نعرف عنوانه. يا عم سيد بقول لك معايا تليفونه، يعني رقمه مش العده نفسها. احنا نروح السفارة الأمريكية ونشتكي هناك. ما هي ناقصه غباء بقى. اكيد يعني مش هيروح على السفاره، ده هيطلع على المطار ومنه على امريكا على طول. المطار؟ مش انت لقيته في مطار امبابة يا عزوز؟ ايوه. يبقى اكيد رجع عشان يركب من هناك تاني. يلا بينا يا جماعه. انت بتستكردني؟ انا الكابتن عزوز وتقول لي رايحين نلحم الاوزون؟ مش خدت نمرة عم ترامب؟ وكلمناه قلنا له مش هنسيبك الا لما يجيب الدولارات ويجيب حقنا. Hello, everybody. الله، ده ترامب بجد. هلو يا خواجه هلو. كده تكسفنا مع الراجل يا عم سيد. فك 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 استاذ حلنبوحه بسرعه بسرعه. أنا سمعت الخبر جيت على طول علشان أنقذ أخو my wife. يا عم ده باين عليه متنكر ده كمان. طب فين الفلوس؟ عيب بقى يا عم سيد. الفلوس هتوصل لكم لما أخد هلمبوها وأطمن إننا سيف. حقك يا خواجه. يلا هلمبوها حبيبي. يلا يا عم ترامبو. انت هتسيبه يمشي تاني؟ سيبه يا عم سيد، هنعمل بيه ايه يعني؟ انت فاكره هيبعت حاجة؟ طب حق اللف والبنزين اللي سحال ده بيهم طول النهار دول على مين؟ يا عم سيد انت بتتعامل مع اقوى جهاز مخابرات في العالم. ازاي بقى يا اخويا؟ انا خدت حقنا من فلوس البضاعة اللي كانت معاه من غير ما ياخد باله.